بكل اختصار غادي نوريكم السر باش ينجح معكم المسمن، طريقه اللي سهله وبسيطه بلا زبده بلا كتر تماره. غادي نقول لكم جميع الاسرار باش ينجح معكم من اول تجربه. بسم الله. بالنسبه للعجينه كناخذوا 3 زلايف ديال الدقيق الفورز مع زلافه ديال الفينو الملحه، وكنعجن بالماء دافي حتى كنعجنو مزيان، وكنوضعو في شي ميكه وكنسد عليها. كنخلي داك العجينه حتى كترتاح على خاطرها وترطب لراسها مزيان باش كتسهل عليا في الخدمه. ومن بعد كنشكل الكرات وكنطلق المسمنات ديالي بطريقه العاديه. وبالنسبه للتوراق كنحتاجو كتاخدوا واحد الزلافه كتوضعوا فيها شويه ديال الفينو، وكتوضعوا فيها خميره الحمراء ديال الحلويات، وكتضيفوا الزيت، زيت ليسيور صافي. من بعد كتخلطوه بالميكسور اولا في الخلاط الكهربائي مزيان حتى كيولي داك الدقيق ما كيبقاش يبان، داك الفينو ما كيبقاش يبان، كيولي على شكل كريمي مع داك الزيت. هذا هو الخلطه باش غادي نورقوا المسمن. صافي كتبقاو تورقوا به المسمن وكطويو الطويان ديال المسمن الطريقه العاديه اللي كلشي كيعرفها. وفاش غادي نجيو نطيبو غادي نحطو المقله خاصها تكون سخونه اولا، ومن بعد كتحطوا المسمنه ديالكم في المقله حتى كطيب واحد شويه وكتقلبوها. غير كتقلبوها كدهنوا داك الوجه بشويه ديال الزيت مخلطه مع النشا. بالنسبه للنشا غير كتزيد لينا التحمار باش غادي يجي المسمن محمر على هذا الشكل اللي كتشوفوا. الا ما كانت ماشي مشكل، كدهنوا شي ديال الزيت وكتقلبوا حتى المسمنه ديالكم. وباش غادي يجيكم المسمنه محمره في كل الجهات وما تجيكمش جهه محروقه جهه مازال ما طايبه، كتبقاو المسمن خاصكم تبقاو تحركوه مزيان. كتبقاو كيف ما غادي تشوفوا معايا كنبقاو نطيبوا كنحركوا بيدينا ومره ما نقلبوا هكا باش كيجيكم محمر في كل جهه. يعني ما كتبقاوش تخليو المسمنه ديالكم طيب على جهه وحده على بلاصه وحده. يعني كيف ما كتشوفوا انا كنبقى نحرك في كل مره كنبقى نحرك المسمنه ديالي حتى كتكون محمره مزيان بالتساوي في كل الجهات. هذا هو السر ديال المسمن. كنتمنى في هذا الفيديو تكونوا استفدتوا معايا، يعني واخا ما صورت لكمش المراحل بالتفصيل حيتاش هذا الفيديو جاني على غفله، صورت درت هذا المسمن على غفله، يعني ما كانش الوقت باش نصور لكم. ولكن ان شاء الله عن قريب غنحط لكم فيديو مفصل فيه الطريقه اللي قلت لكم دابا، يعني الطريقه كامله باش يجيكم المسمن بحال هكا مورق وزوين ومحمر كيف ما كتشوفوا. كنتمنى هذا الفيديو تكونوا استفدتوا منه مزيان، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد مع وصفات جديده. وما تنساوش تشجعوني بالبارطاج وبلي لايك وتشتركوا عندي في القناه.